احنا حاليا معانا اتصال من الفنانة القديرة أيضا حياة الفهد. أستاذة حياة، حياك الله. الو الو. الو. أستاذة حياة ويانا؟ ايوه معكم. أستاذة حياة، ودنا نسمع رسالتك اللي توجهينها للشعب الكويتي بعد هذه الجريمة الكبرى والجريمة الإرهابية الغادرة لدولة الكويت قبل أن تكون للطائفة الشيعية. شنو رسالتك اللي توجهينها؟ طبعا كلنا هذا مصاب لأهل الكويت كلهم، وكلنا متأثرين وكلنا حزانة، لأن اللي توفوا لهم الجنة إن شاء الله، كلهم أهلنا وحبايبنا وإخواننا. والكويت ما تعرف شيعي وسني، تعرف مسلم كويتي، وهذا الكلام أنا قلته بالأول. أنا كويتي، أنا مسلم، بس انتهى الموضوع. ما عندنا شيعي وسني، احنا أهل وحبايب، واللي راحوا يعلى مثواهم الجنة، ويا الله ينتقم من الظالم، يا الله ينتقم منهم دنيا وآخرة، ويصفيهم يا رب عن بكرة أبيهم. إن شاء الله بتظل الكويت محمية بشعبها، بحبايبها، بالتكاتف، بالمحبة، بالحنان اللي بين أهلها. آمين يا رب إن شاء الله. بالغزو مرينا بأكثر من كذي، لكن ربي لك الحمد بتكاتفهم كلهم، شيعة وسنة. أم سوزان، كل اللي ماتوا أكثرهم شيعة وسنة، ما عندنا فرق. لا يفكروا ان اللي سوى سني ولا اللي سوى شيعي، لا، هذول الظلام اللي ما يخافون ربهم. عيل اكو واحد مسلم يدخل على ناس يركعون يقول الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. وين داخل على كفره؟ ما ادري داخل دير ولا داخل كنيسه، حتى الكنيسه اهل الكتاب شلون تدخل وتقول الله اكبر؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. راكعين لربهم اللي ان شاء الله بيحفظ ارواحهم الى جنة الخلد يا رب. امين. حسبي الله. يا اهل الكويت، يا اهل الكويت، رسالتي لكم، كلنا اهل، كلنا حبايب، كلنا دم واحد. ارجوكم لا يخربون بيننا. هذه الكويت امانة برقبتنا كلنا، لا يخربون بيننا. ارجوكم تكاتفوا، كلنا اهل. تصلي رافع ايدك ولا تصلي نازل ايدك كيفك؟ صحيح. احنا اهل يا جماعه، لا يخربون بيننا. حسبي الله عليهم دنيا واخره، يا الله ينتقم منهم. يا حكومه شدوا حيلكم، لا تسكتون، علقوا المشانق. النبي الميدان يتعلق في مشانق. لما ندعي عيونهم لا تحطون على كفرات، على غطاء على عيونهم. افضحوهم، طلعوهم، علقوهم، خلونا نشوفهم هم ينذبحون. كل نقطة دم راحت لازم يروح قدامها واحد. لما بنسكت، لما تحطونهم بالسجون قاعدين ياكلون ويشربون، كل واحد ظهر بعير. متى؟ ما يصير. اثيوبيات قاعدين يربون، ليش لا تعلق المشانق؟ مو هذا شرع الله؟ العين بالعين والسن بالسن، ومن قتل يقتل. الى متى نسكت؟ الله يحفظ ديرتنا ويحفظ ابونا صباح، يكفي دمعته اليوم، يكفي دمعته. يا الله يحفظك، يا الله يحفظك، يا الله يحفظ الكويت ومن عليه. قولوا امين يا رب. امين يا رب. طبعا الفنانة القديرة حياة الفهد، اليوم شفتي زيارة سيدي حضرة صاحب السمو لمكان الجريمة في غضون تقريبا نص ساعة إلى 45 دقيقة. في قمة الخطر، في قمة بالضبط. الخطر. من سواها؟ هو يكفي ان هذا، يكفي يقول هذا لعيالي، علشان تعرفون ان ما عندنا تفرقه. ودمعته كانت غاليه ايضا على كل مواطن كويتي، غاليه حتى على الغير كويتي اللي عاش عليها قاموا يبتون دم. نعم صحيح يا جماعه، هذه الكويت صحيح، هذه الدره، هذه ام الخير، هذه اللي خيرها وافضلها وعطفه على كل العالم. ربك حاميها ان شاء الله. صحيح. لكن لازم تتعلق المشانق، لازم تتعلق المشانق، ولازم نشوفهم. ما يصير كذي. الله يعطينا وياك طولة العمر ام سوزان، ونشوف الكلام اللي قلتيه ويطبق على ارض الواقع، وصدقيني امين. وهذه رسالة يمكن وجهت الى القيادة السياسية والتحديد وزارة الداخلية اللي قبل شوي كان معانا العميد عادل حشاش، واصر وقال باذن الله راح نضعكم في الصورة اول باول. لازم. وكونوا ويا اهل الكويت على بينه بان اي موضوع او اي شخص راح يكون موجود معنا راح تعرفونه بالاسم وبالصورة، وباذن الله راح تكونون انتم الحكم عليه. بس نبي وضوح.
ما عاد فيه تستر، ما عاد فيه حمايه، ما عاد فيه هذا ولد عائله فلان وهذا ولد عائله فلان، ما فيها خلاص. وصلت الكويت، ما فيها خلاص، وصلنا للكويت. صح يا ام سوزان. احنا شكرا جزيلا لك. والله لو ولدي وكذي يقتل ناس ابرياء ما لهم ذنب ويضر الديره اللي ربى فيها وعاش من خيرها، والله يعلم عليه. يا حريم الكويت اذا عيالكم حسيتوا فيهم اي خطر اي شغله، ارجوكم عالجوهم قبل لا يندمرون، عالجوهم قبل. انت بتفقدين ولدك، هذا شاب، هذا هم اللي مات جهنم وبئس المصير، لكنه شاب عنده تبكي. تربيه فكروا فيه. صح، تربيه انغسل مخه. لازم يا جماعه لازم تنتبهوا للخطر اللي قاعد يجينا ويدش علينا. صحيح. لازم حدودنا تكون آمنة ويكون التفتيش دقيق. الله يحفظ الكويت، عسى الله يحفظك ويحفظ الكويت ويحفظ يرحم شهدائنا الابرار يا رب العالمين، ويحفظ ابونا صباح. امين. تاج على الراس. الرشيده يا رب. تاج على الراس. تقويهم على الظالم يا كريم يا رب. شكرا للفنانه القديره حياة الفهد على هذا التواصل وإيصال الرسالة، ونتمنى بتكون هذه الرسالة واضحة لكل الشعب الكويتي والقيادة السياسية. شكرا جزيلا لك ام سوزان. شكرا.